مالك يا صاحبي؟ ايه اللي سحلك؟ يا اخي الواد جمال ده مسالك من جواه. فكك منه، عيل ملوش اي عازه. بقول لك ايه، انا عامل لك سهره طرش النهارده. نسيك نومة البرش بس حسابها عندك. يا اخي وانا اللي قلت هتوجب معايا وتعزمني؟ يا جدع انت، انا الواجب معاك من فرحك اعرف فيه. لا يا راجل. والله. طب اسمع، عم مونجي وسيحه هياخدوا اخلاء سمين من الاسم النهارده. عايزك تروح تستناهم وتجيبهم لي عشان هيشتغلوا معانا. اشتغلوا معانا ايه؟ بعدين هتعرف. بعد انت بتحرق كتير ليه؟ يلا انا هقوم. حسن مشاريب عند معلم محسن. لا لا يا حسن، خد يا عرب، ما بحبش الهزار ده. استنى يا حسن، في حد بيحاسب وعرب موجود يا جدع؟ يا عرب خد يا جدع، عيب. بقول لك ايه يا رامي، انا مش هشتغل في حاجه انا مش فاهماها. بس انا فاهمها، وعموما مكسبه 100 مره احسن من شغل في السياحه. دي وجهه نظرك، خليها لك بقى. وانا مش هشرح حاجه شرحتها 100 مره قبل كده. انا غامي المفروض تكوني حابه اللي انا بحبه. كفايه انا عايز مصلحتي، عايز ادخلك فلوس الفتره الجايه. هو انت مش واخد بالك ان احنا ما بنتكلمش غير على الفلوس والمكسب والخساره؟ فتره الخطوبه دي معموله عشان نعرف بعض، نقرب من بعض اكتر، نقول لبعض كلام حلو. ايه العلاقه البارده اللي احنا فيها دي؟ انا غامي انا فهمت الدنيا بدري. موضوع العواطف والمشاعر والجو الملزق ده ما بياكلش عيش ولا بيفتح بيوت على فكره. تخيل بقى الحاجات الملزقه دي اهم عندي من كنوز الدنيا. ده في ناس مستعده تدفع اللي وراها واللي قدامها عشان تحس بس الاحاسيس الجميله اللي احنا عمرنا ما حسيناها مع بعض. عادي على فكره، الفلوس بتعوض كل حاجه. طب بقول لك ايه، هو لو انا كنت فقيره كنت هتحبني وتخطبني وكده ولا لا؟ انا شخص واقعي مش خيالي على فكره. وبعدين عندي سؤال، كان شايف نكمل كلامنا واحنا قاعدين جوه في الكافيه بدل ما قومتينا؟ كان زمان فتحت اللابتوب واشتغلت. انت عارف انا فايتني قد ايه من ساعه ما قمنا؟ يا ابني كفايه كفايه، انا زهقت منك، زهقت من الحسابات والاسهم اللي طالعه واللي نازله. ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه اعرفك تاني. انغام، القرف ده. انغام اقفي هنا وكلميني. انغام انا بنادي عليكي. انغام. مرحبتين وهالة. خد ابو ذكرى على الوارد. ده ايه الاصطباحه الحلوه دي؟ كده انت خدت القرار الصح، عشان انت عقلك يوزن بلد، فاكيد اخترت الكفه الربحانه. وانت بقى الكفه الربحانه؟ اكيد. هو اللي انا مستغربه يا اخويا ان قلبك مجراك قوي كده ومش خايف. وخاف من ايه؟ من عرب مثلا، لما يعرف ان انت جيت وكنت عايز تتجوزني ووزيت سعيد عليا. الله صحيح يا اخويا، اخبار سعيد ايه؟ وانت بقى هزه طولك وشاده العبايه الحلوه عشان ترميلي البقين الحمضانين دول؟ لا، انا جيت اقول لك ان ما جبت سيره العرب انك جيت وهددتني، مش عشان خايفه منك، عشان خايفه عليك. حبيبه قلبي، خايفه عليا بجد؟ خايفه عليا من ايه؟ خايفه يا اخويا عليك من اللي هيعمله فيك عرب لما يعرف انك جيت جنب حاجه تخصه. اصل عرب ما بيحبش حد يجي جنب حاجه تخصه. وانت تخصيه؟ يا اخويا ما تقاطعش وقول ان شاء الله. ده عشم ابليس. خلي بقى ابليس صاحبك ده يقعد يلعب لك في دماغك. عن اذنك يا اخويا، ما بحبش اقف في مكان فيه منكر. بتعملي ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ مرحبتين وهالة، كفاره يا اخويا. بس كده. اصلها كانت معديه فقلت اطمن عليك منها. واطمنت؟ قلبك ارتاح يعني ولا لسه؟ عامة لو ما اطمنتش يبقى كلم سيحة في التليفون، هو هيطمنك. الفلوس اللي انت اديتها له بيدعيلك عليها كل يوم، فكت كربه. ربنا يخليك للغلابة وتفك كرب الناس يا رباح. يلا اختي عشان ابوك عايزك في كلمتين. يلا. ربنا يهدي سركم. رايحه فين؟ علما بتكلم معاك وتسيبيني وتمشي، انا خطيبك مش واحد من الشارع. كلام خلص يا رامي، وانا عايزه اطلع بيتنا. قلت لك 100 مرة ما تقفيش مع الواد ده، حصل ولا ما حصلش؟ ما هو قال لك ان هو اللي وقفني، انا ماليش دعوه. طب روح انت عند ابوك انا جاي لك. يلا رايح فين؟ يلا. بقول لك ما انتيش ماشي، مش هتمشي من غير اللي بقول لك اللي انا عايز اقوله لك. هو انت ماسكني كده ليه؟ لا 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 كده غلط.
ما ينفعش تمد ايدك عليها هنا ولا في حته تانيه. ده هنا في المغربلين، مش في الكومباوند عندكم لا مؤاخذه. حته شعبيه يعني وناس تفهم في الاصول. لو علت معاك اكتر من كده رجالتها بحارمها بعيالها الصغيره قادرين يزفوك في الشارع ويعملوا عليك لقطه مش هتعجبك. فاتك على العقل كده وربنا يهديك. وانت مين بقى يا ريس؟ عاجبك كده؟ خليت اللي يسوى ولا ما يسواش يتكلم معايا؟ صاحبي كلامك معايا هنا، بصلي اعرفك بنفسي. عرب السويركي، دراع المعالم اليمين، ومتربي معاهم في بيتهم من وانا صغير، تمام ابنه يعني. وما قبلش ان اهل بيته يتهانوا في الشارع قدام خلق الله ويبقوا فرجه للي رايح واللي جاي. فلم الحكايه بقى عشان لو بهوقت منك هتزعل. اتفضلي على فوق يا استاذ انغام، وانا هاخد الاستاذ الحاج عبد ربه. يلا يا اخويا منك ليه، مش فرجه هي، كل واحد على اكل عيش. استنى يا استاذ، راح فين؟ مش هترجع بعربيتك غير لما تقابل الحاج عبد ربه، عشان لو ليك حق يرجع لك، ولو عليك الحق فربنا يعينك على حالك.